بيبدأ فيلمنا مع المفتش سينج وهو بيحكي لنا إن الهند في الفترة دي كانت بتمر بفترة تغيير، والتغيير ده كان ليه تأثير سلبي كبير على أماكن كتيرة جدا في الهند، لدرجة إن سكان الأماكن دي هاجروا وبقوا عايشين في قرى صغيرة فقيرة في الصحراء، ومن ضمن القرى دي هي قرية مونابو على حدود راجستان. وبيقول المفتش سينج إنه اتعين في القرية دي كمفتش شرطة، وفضل فيها فترة طويلة جدا لحد ما شعره شاف فيها. وبيقول إنه من ساعة ما اتعين في القرية دي وهي فيها سلام والجرائم ما بتتعداش الشجرات العادية جدا، لكنه برضه بيقول إن ده كان عبارة عن الهدوء اللي بيسبق العاصفة، وهو لقى نفسه في وسط العاصفة دي، لأن كل ده بيتحول في اليوم اللي بيكون فيه شخص شغال بيقطع فروع شجر، لما بيجي شخص يضرب عليه نار وبيصيبه في رجله وبيوقعه من على الشجرة، وبيجي كمان بعدها ناحيته وبيقطع ودنه اللي هو لابس فيها حلقه الذهب، وما بنشوفش وش الراجل ده ولا بنعرف هو مين. وبنتنقل بعدها بالليل لبنت اسمها بابيتا، واللي بتكون مستخبية في الحقل بتاعهم ومستنية حبيبها، ولما بيجي بنفهم من كلامهم ان دي اخر مرة هيعملوا فيها علاقة مع بعض، لان فرح البنت دي تاني يوم على شخص غيره. وفي البيت عند بابيتا بيكون ابوها وامها بيعدوا فلوس كتير وفاكرين ان بابيتا في المعبد، وساعتها بيتفاجئ الراجل بعصابة داخلين عليه وبيقتلوه، وبياخدوا من عندهم الفلوس وصناديق فيها حاجات غريبة، ولما بتيجي مراته عشان تعمل اي حاجة بيقتلوها هي كمان. وبتسمع بابيتا صوت ضرب النار، فبترجع بسرعة ناحية بيتها وبتشوف العصابة وهي بتهرب، وبعدها بترجع على بيتها وبتشوف ابوها وامها وهم ميتين. والصبح بيوصل المفتش سينج مكان الجريمة، وبيكون المساعد بتاعه بوري بيستجوب بابيتا، وبتقول له بابيتا انها كانت في المعبد لما حصل كل ده، وان هدف العصابة هي انهم يسرقوا فلوس المهر بتاعها، وهي دي الفلوس اللي كان بيعدها ابوها قبل ما يموت، وكده حتى جوازتها مش هتتم. ولما بيسألوها اذا كانت شافت المجرمين ولا لا بتبان خايفة جدا وبتقول انها ما شافتهمش. ولما بيحاول بوري انه يضغط عليها بيقول له سينج ان كده كفاية وبياخده وبيمشي. وهم ماشيين بيقول له بوري انها مش عارفة حاجة خالص، لكن سينج بيقول له انه فاهم غلط وانها عارفة حاجات كتير لكنها بتخبي الحقيقة. ولما بيسأله ليه بيقول له ان دي مسألة متعلقة بشرف عيلتها، لانه عارف ان ابوها وامها كانوا مخبيين مخدرات في بيتهم، وهي دي الصناديق اللي العصابة سرقتها، والعصابة سرقت الفلوس كمان عشان يموهوا على الصناديق، وان بابيتا مش هتتكلم عشان ما تفضحش عيلتها. وفي نفس الوقت ده بنرجع للقرية لما بيوصل شخص غريب في عربية لمجموعة من الناس هناك، ولما بيسألوه هو مين وعايز ايه بيقول لهم انه جاي من المدينة وطالب ناس للشغل هناك، بس اهم حاجة في الناس دول انهم يكونوا متعلمين. وبيقولوا له ان في شخص اسمه بنا متعلم وكان شغال في المدينة قبل كده لكنه مش هنا دلوقتي، وبيدلوه على بيته. وبيروح للبيت وبيخبط وبتفتح له مرات بنا، ولما بيسأل عليه بتقول له انه هيرجع كمان 5 أو 6 ايام، ولما بتسأله عن اسمه ما بيردش وبيسيبها وبيمشي. وبنتنقل بعدها للمفتش سينج اللي بيكون وصل لمكان الشخص اللي اتضرب بالنار في اول الفيلم، وبنشوف انه متعلق في شجرة، وبيعرف سينج انه اتعذب لحد الموت. ولما بيحاول يعرف هو مين الشخص ده ما بيلاقيش حد عارفه، وبيقول ان اللي قتلوه هم نفس مجموعة المهربين اللي سرقوا المخدرات من القرية. وبيبدأ يحقق في الجريمة، ولما بيدوروا في جيب الجثة بيلاقوا اعلان لفيلم، وبيفهم سينج ان ده تلميح، وبيعرف ان قصدهم انهم بيعلنوا انهم موجودين ولسه هيقتلوا ناس اكتر وهينشروا المخدرات اكتر. ولما بيرجعوا للقرية بيؤمر سينج انهم ينشروا المخبرين بتوعهم عشان يعرفوا اي حاجة بتحصل. ولما بيدخل قهوة يقعد عليها بيشوف هناك الشخص الغريب، وبيقول له بوري انه اول مرة يشوف الشخص ده هنا، وبيقول له سينج يعرف له هو مين. ولما بيحاول بوري يتكلم معاه او يعرف اي حاجة عنه ما بيردش عليه، وكمان بعدها بياخد حاجته وبيمشي. وبيجي لهم بعدها صاحب المكان وبيقول لهم ان الراجل ده رجل اعمال وبيشتغل في بيع التحف، ولما بيسألوه عن اسمه بيقول لهم انه ما بيتكلمش كتير وجه المكان ده اكتر من مرة وما قالش اكتر من 5 كلمات بالظبط اللي بيطلب بيهم الاوردر، عشان كده محدش يعرف هو مين. وبيوريه صورة الشخص اللي مات وبيقول لهم ان اسمه سوا. وبنروح بعدها تاني للراجل الغريب واللي بنعرف انه قاعد في اوضة في فندق صغير في القرية، وبيروح لأوضته وبيقعد فيها ومحدش بيكون عارف هو مين ده او بيفكر في ايه بالظبط. وتاني يوم الصبح في بيت سينج بنشوف مراته وهي قاعدة بتوصيه انه يحاول على قد ما يقدر يبعد عن العصابة دي، وبتقول له يحاول برضه ما يرفعش مسدسه ويرجع لها سليم. وبيقول لها انه بقاله 25 سنة في القرية دي بسبب انه بيرجع سليم وملهوش اي انجازات تخليه يترقى ويطلع منها، لكنها بتقول له انهم مش عايزين ترقية تخليه يتصاب، فما بيعجبوش الكلام وبيسيبها وبيمشي. وهو طالع بيلاقي ابنه بيذاكر فبيقول له ما تذاكرش كتير احسن تنجح ولا حاجة لا قدر الله، وبيسيبه وبيمشي. وفي الشغل عند سينج بنشوف انه مديره بيعامله معاملة وحشة جدا، وبيقول له انه مبسوط انه لسه مجرد مفتش لحد دلوقتي وما عندهوش مشكلة كمان انه يتقاعد وهو برضه مجرد مفتش، لكن مديره لسه صغير وعايز يكون في اعلى المراتب. وبيوصيه انه يقبض على العصابة دي ويقفل القضية في اسرع وقت. وعند الشخص الغريب بنشوف انه شغال على حاجة، وبعدها تاني يوم الصبح بيروح لبيت بنا،
وبرضه بتقول له مرات بنا انه لسه مرجعش وبيكون ماشي، ولانها بتكون خايفه ان الشغلانه تضيع على جوزها بتقول له يدخل وانها هتضيفه بس ما يمشيش، وان بنا هيرجع بعد يوم او يومين بالكتير وهيعمل له الشغل اللي هو عايزه كله. وبيشوفها اهل القريه وهي بتدخله لبيتها وبيشكوا فيها، لكنهم بيقولوا انهم هيبلغوا بنا بكل ده لما يرجع. وهو جوه بتجيلها واحده صاحبتها وبتقول لها ان بنا بعت جواب وبيقول انه جاي قريب، ولما بتشوف الشخص ده جوه بيسالوه عن اسمه تاني، والاول مره بيجاوب اخيرا انه بنعرف ان اسمه سيدرت. ولما بيقولوا انه ماشي بتترجاه ما يوظفش حد تاني في الشغلانه غير جوزها، وبتوعده ان جوزها بعد يوم او يومين هيكون هنا بالكتير. ده بقى هو بنا، واللي تاني يوم فعلا بيوصل للقريه وبيروحوا اول حاجه يقعدوا على القهوه، وبنعرف ان صاحب القهوه صاحبهم وبيكون سيدرت موجود هناك. ولما بيسمع سيدرت صاحب القهوه بيقول بنا بيعرف انه رجع، لكن الغريب انه بدل ما بيروح يكلمه بياخد بعضه وبيمشي من المكان. وبيقعد معاهم صاحب القهوه وبيقول لهم ان صاحبهم سوى اتقتل، وهنا بنعرف ان سوى اللي مات ده كان صاحب بنا واللي معاه، وبيقول لهم ان المفتش سنج عايزهم في الاسم. واول ما بيسمعوا كده بيخافوا وبيقولوا له ليه قلت له اننا اصحابه، لكنهم برضه فعلا بيروحوا الاسم عند سينج وبيبدا يسالهم عن سوى، لكنهم من خوفهم كان كل ما بيسالهم عن حاجه بينكروها وبيقولوا انهم ما شافوش سوى من زمان. وبيوريهم صور سوى وهو مقتول، وبيسالهم اذا كانوا يعرفوا ان سوى ليه اي علاقه بحد بتاع مخدرات، وبيقولوا له انهم اول مره يسمعوا الكلام ده. وبيقول لهم ان اللي قتلوه هم تجار مخدرات، لان دي الطريقه اللي بيقتلوا بيها اللي بيخونهم. وبيعرفهم انه من التحقيقات عرف ان العصابه ما كانتش بس عايزه تقتل سوى وخلاص كده، دول كمان بيبعتوا تحذير لاصحابه واللي عددهم 3. وبنعرف انه يقصد الاتنين اللي قدامه دول وصاحبهم التالت اللي اسمه دانا واللي لسه مرجعش معاهم بسبب انه مرتبه اتاخر وهيرجع بعد 4 ايام. ولما بينكروا انهم يعرفوا حاجه بيمشيهم. واول ما بيرجع بنا لقريته اهل القريه بيقولوا له كل حاجه وان مراته بتخونه، وفعلا لما بيروح له سيدرت بعدها بيلاقيه غضبان جدا وضارب مراته، لكنه بيفهمه انه كان بيجيله عشان عايزه في شغل زي ما مراته قالت له، وبيقول له انه عنده ابواب وشبابيك وتماثيل كمان ومحتاجين 5 رجاله متدربه ينقلوهم. وبيسأله هيدفع له كام، وبيقول له انه هيديله هو 2000 روبية وباقي الرجاله كل واحد هياخد 1000. وبنشوف ان بنا لسه متعصب برضه وبيقول له ان ده سعر قليل جدا وانه عاوز 5000 ليه هو وهيجيب معاه 2 بس كل واحد فيهم ياخد 1500. وبيقول له ان ال 5000 دول منهم 2000 تمن انه سوق سمعته وهو مش موجود. وهو خارج بيفضل بنا يقول كلام مش كويس على مراته مع انها ما كانتش عايزه غير مصلحته مش اكتر. وفي بيت سينج بنشوف انه متضايق من معامله مديره ليه، وبيسال مراته اذا كانت متضايقه بسبب انه لسه مجرد مفتش لحد دلوقتي، لكنها بتقول له انها مبسوطه وراضيه بعيشتهم. وكمان اهل القريه بيدوا لهم الخضار ببلاش وبيعملوا لهم الخدمات من غير مقابل لانهم بيحبوا جوزها، وهي مبسوطه بالوضع ده وراضيه جدا ومش عايزاه يخاطر لمجرد انه يترقى. وعند سيدرت بياخد بنا وصاحبه عشان الشغل وبيكون ماشي وشايف مرات بنا وهي حزينه جدا. وبنرجع تاني لسينج وهو بيسال بابيتا اذا كانت شافت سوى مع العصابه يوم سرقه بيتهم، لكنها بتنكر برضه وبتقول انها كانت في المعبد. وساعتها بتلاقيه جايب لها الولد اللي كان معاها في اليوم اللي ابوها وامها ماتوا فيه، وبيقول لها انه عارف عنها كل حاجه. ولما بيقول لها تعترف بتقوله انها خايفه ان نسايبها يلغوا فرحها لو عرفوا حاجه زي اللي هي بتعملها دي، لكنه لما بيصر عليها بتديله ورقه وبتقوله انها لقيتها قدام باب البيت بتاعهم بعد ما العصابه مشيت، وبيفتحها وبيلاقي مكتوب فيها انها لو قالت اي حاجه هيقتلوها وهي خايفه من كده، لكنها بتستجمع شجاعتها وبتحكي لهم اللي تعرفه، وبتقول ان كان في واحد من اللي سرقوا البيت هي عارفه انه من القريه اللي جنبهم. وعند سيدرت بنلاقيه وصل ببنا وصاحبه المكان مقطوع وبيقول ان في جزء من بضاعته فيه لكنه مش كتير، فمحتاج واحد بس منهم ينزل معاه وبياخد معاه صاحب بنا. ولما بيوصل هناك بيتأخروا وبيزهق بنا من القعدة لوحده، وبنعرف ان سيدرت واخد صاحبه لوحده لانه قرر انه يخلص منهم وبدأ بصاحبه. وفي الوقت اللي بيخلي فيه سيدرت صاحب بنا يغمى عليه وبيقفل الباب بيلاقي بنا قدامه، ولما بيسأله عن صاحبه بيقول له انه تعب وبيرتاح جوه شوية. ولما بيدخل يطمن عليه بيلاقيه مغمى عليه ومتكتف، وبيجي سيدرت من وراه وبيضربه، وبيكون بنا مستغرب هو ليه بيضربهم لكنه برضه بيكمل ضرب فيه. وبنروح بعدها لسينج واللي بيكون واخد الولد عشان يدلهم على مكان الشخص اللي بيقولوا عليه، وفعلا بيوصلوا وبيلاقوا عربيتين العصابه ماشيين قدامهم وبيطاردوهم، لكنهم فجأة بيختفوا من قدامهم، وفجأة بيلاقوهم جايين من وراهم والعصابه هي اللي بقت بتطارد عربيه سينج، وبيدور بينهم ضرب نار وبيقدر سينج يقتل اللي بيطاردهم وبيشوفهم باقي رجاله العصابه. وفي نفس اليوم بالليل بيجي شخص وبيرمي ورقه في بيت المفتش وبيلاقيها ابنه، وبيروح يقول له على اللي فيها، وبيكون تهديد من العصابه انهم هيقتلوه هو وابنه بسبب الخسائر اللي عملها لهم، لكنه بيتفاجئ بذكاء ابنه لما بيلاقيه قدر في اللحظه البسيطه دي انه يعرف ارقام الموتوسيكل بتاع الشخص اللي رمى الورقه، وبيقول لمراته وابنه انه هيوديهم الفتره دي يقعدوا عند اخته في مكان تاني خالص. وبنرجع تاني لسيدرت واللي بنشوف انه رجع لمرات بنا بعد ما خلص منه، وبيقول لها ان بنا وافق انه يقعد في بيتهم في الاوضه اللي على السطح مقابل ايجار 200 روبيه،
وهي بتقول له ان طالما بنا هو اللي قال فيقدر يقعد براحته وهي هتطلع توضب له الاوضه. وعند سينج بنشوف انه وصل لصاحب الموتوسيكل وبيعذبه لحد ما قال انه هيعترف، وبيقول لهم ان اللي قتل ابو بابيتا هو شخص اسمه حنيف وهو تاجر مخدرات كبير، وده بسبب ان ابو بابيتا كان شغال معاه وفجأة قرر يشتغل لحسابه. وبيسألوه حنيف مستخبي فين، وبيعرفهم انه مستخبي في الصحراء وبيرتب دلوقتي لقتل المفتش سينج. وبنروح تاني لسيدرت وبنشوف ان بنا وصاحبه لسه عايشين، لكن سيدرت مكتفهم الاتنين وبيعذبهم جامد جدا. وبنرجع تاني لسينج اللي بيوري صورة سوا للراجل وبيسأله مين اللي قتله، وبيتفاجئ ان حتى الراجل اللي تبع العصابة ده بيقوله ان طريقة القتل دي وحشية جدا وحتى حنيف ما يقدرش يعملها. وفي الوقت ده بيكون سيدرت بيكمل تعذيب في الاتنين لدرجة انهم هم بنفسهم اللي بيطلبوا منه انه يقتلهم. وبيكون سينج ومساعده بوري في الوقت ده بيفكروا ازاي هيوصلوا لقتل سوا، وبيقول له بوري ان بنا وصاحبه هم اللي ممكن يقولوا لهم على الموضوع ده بما انهم كانوا صحاب سوا. وفي نفس اليوم بالليل بيكون سيدرت في اوضته اللي في بيت بنا، وبيجي ساعتها سينج عشان يسأل على بنا، وبتقول لهم مراته انه سافر لديلي عشان يشتغل. وبيكون سينج مستغرب لانه قال لبنا وصاحبه ما يطلعوش من القرية غير لما يبلغوه، عشان كده بيدخل يسألها شوية اسئلة. وفي الوقت ده بينزل سيدرت من فوق وبيقول له ان بنا قال انه هيرجع كمان اسبوع وانه مأجر الاوضه اللي فوق دي، وبيقرر سينج انه يستجوبه. وبيعرف منه انه تاجر تحف، وبيقول ان من السهل انك تخفي المخدرات جوه التحف، عشان كده بيسأله اذا كان يعرف حنيف او شاف سوا قبل كده، لكن سيدرت بينكر. وبيمشي سينج بعدها، وفي نفس الوقت نشوف ان دنا صاحبهم التالت اللي كان هيجي بعدهم وصل وعرف انهم طلعوا شغل تاني من غيره. وبرضه في نفس اليوم بعد ما سينج بيمشي بيروح سيدرت وبيكمل تعذيب شويه في بنا وصاحبه، وبيقطع لكل واحد فيهم صباع من ايده اللي لابس فيه الخاتم بتاعه. وتاني يوم وهو خارج بيقابل دنا في وشه وبتعرفه مرات بنا عليه. ولما بيعرف دنا ان ده صاحب الشغل بيروح يسأله عن بنا وصاحبهم التالت اللي اسمه كنوار، وبيقول له انه عايز يروح معاهم. وبيقول له سيدرت انهم اصلا كانوا مستنيينه ولو عايز يطلع معاهم دلوقتي فهو ممكن ياخده. وفعلا بيروح دنا معاه، وفي الطريق بيلاقيه ماشي في سكه غلط لدرجه انه رايح على الحدود الباكستانيه، ولما بيحس ان في حاجه غلط بيبدا يزعق لسيدرت، عشان كده بيضربه سيدرت وبيغمى عليه، وبياخده هو كمان بيحطه مع اصحابه وبيعذبه شويه كده بساط، وبعدها بيكون راجع. وهو راجع بيقابل سينج في طريقه وبياخد سينج منه تصريحاته عشان يطلع على الحدود، وبيلاقي كل ورقه سليم لكنه بيسجل رقم بطاقته معاه. وبتكون مرات دنا مستغربه انه طلع شغل فجاه من غير ما يعرفها، لكن مرات بنا بتطمنها ان سيدرت طيب وهياخد باله منهم. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ان في مشاعر بتبدا تظهر بين سيدرت ومرات بنا، لكنها بتمنع نفسها على قد ما تقدر. وبرضه بيروح في نفس اليوم بالليل يكمل تعذيب شويه في الثلاثه، وبيحط لهم فيران في جرادل وبيربطها على بطنهم عشان الفيران تاكل في جلدهم، وبعدين بيرجع اوضته تاني. وساعتها بنشوف ان مرات بنا المره دي هي اللي بتروح له وبتعرض نفسها عليه. وفي الوقت اللي بيقضي فيه سيدرت الليله كلها معاها بتكون الفيران بدات تاكل في الثلاثه، لكن بما ان دنا هو الوحيد اللي ما تعذبش كتير فبيتحرك كتير جدا لدرجه انه بيقدر يفك نفسه وبيهرب. ولما بيرجع سيدرت تاني يوم الصبح ما بيلاقيهوش، وبيطلع بسرعه يدور عليه، وبسبب انهم في صحراء والمسافه طويله جدا بيلاقيه بعد مسافه قليله واقع على الارض وما قدرش يكمل بسبب الدم اللي نزفه. ولما بيجروا عشان يرجعه تاني بيشوفوا طفل صغير من سكان الصحراء، وبيقرر سيدرت يجري وراه عشان ما يبلغش عنه، وبيجري منه الولد لحد ما بيقع من على تل وبيموت. وبيقرر انه بدل ما هيرجع بدنا المسافه دي كلها انه هيحرقه ويخلص منه، وفعلا بيعمل كده. وتاني يوم بيحقق سينج في اختفاء الطفل ده لان الناس بدات تقول ان الشرطه مش شايفه شغلها. وعلى الطريق بيلاقوا عمامه الولد ده، ولما بيمشوا شويه بيلاقوا كمان جزمته. وفي الوقت اللي بيلاقي فيه سينج بوع الدم في مكان سيدرت وبيكون قرب يوصل له خلاص، بيتفاجئ ان بيتضرب نار على بوري المساعد بتاعه وبيتقتل. وبيشوف سينج ان اللي بيضرب نار هو حنيف اللي عايز يقتله، لكن بعد ضرب نار كتير بيقدر سينج انه يهرب منه. وفي نفس اليوم بالليل بيقول سيدرت لمرات بنا انه هيمشي الصبح لان شغله خلص، وبسبب انها حبته بتروح تحضنه وبتقول له انها عايزه تروح معاه. وساعتها كانت مرات دنا جايه لها وبتشوفهم بالصدفه وهي حضناه وبتقول له كده. ولما بيرجع سينج بيتصل بمرات بوري وبيبلغها ان العصابه قتلته وهو هيجيب له حقه. وتاني يوم الصبح بنشوف ان مرات دنا راحت لسينج وبتقول له انها قلقانه على جوزها لانه حتى ما خدش هدوم ولا حتى محفظته وفلوسه وبقاله فتره غايب. وبنشوف انه لما بيسالها عن سوا بتتوتر وبيقول لها انه عرف ان سوا صاحب جوزها وممكن جوزها يتقتل هو كمان. وبسبب قلقها بتبدا تحكي له عن كل اللي تعرفه، وبتقول له ان من 10 شهور سوا ودانا اشتروا حته ارض وبداوا يزرعوا فيها حشيش، وكل ده من غير ما يقولوا لبنا وكنوار. وهي نصحته كتير انه يوقف الشغل ده لكنه ما سمعش كلامها، واكيد عشان كده سوا اتقتل. وبتاخد سينج توديه البيت سوا وبيدخل يفتشه، وهناك بيلاقي رسائل سايبها سوا حاكي فيها كل حاجه حصلت.
وبيقول ان من سنة كانوا شغالين في ديلي هو وبانا ودانا وكنوار، وفي يوم من الايام نطوا على بيت عرفوا ان صاحبه مش موجود عشان يسرقوه، وفي وسط ما هم فاكرين البيت فاضي وبيدوروا على حاجة يسرقوها بيتفاجئوا بمرات الراجل ده قدامهم وشافتهم، وعشان ما تهربش وتبلغ عنهم بيمسكوها وبيكتفوها وبيغتصبوها وبعدين بيقتلوها بكل وحشية. وبيشك ساعتها سينج انهم بيتكلموا عن سيدرت اللي في الوقت ده كان واخد مرات بنا قدام اهل القرية ومشي. ولما بيروح للأوضة اللي كان واخدها في بيت بنا وبيفتشها بيلاقي فيها المذكرة بتاعت سيدرت، وبيشوف فيها صورة الست اللي قتلوها ال4 والأخبار اللي بتتكلم عن قتلها، وبيتأكد إن سيدرت هو المسؤول عن اختفائهم مش العصابة. وساعتها بيكون عارف إنه طالع بره الحدود لأنه قابله وهو جاي من هناك قبل كده وبيحاول يلحقه. ولما بتشوفه مرات بنا رايح ناحية الحدود بتستغرب وبتسأله، وساعتها لأول مرة بيطلع لها صور مراته وهي متشوهة بعد موتها وبيحكي لها بقى اللي حصل كله، وإنه في يوم لما رجع بيته لقى مراته مرمية قدامه في الأرض بعد مقاومة اللي قتلوها على قد ما تقدر، لكنهم شوهوها وقتلوها برضه. وفي الطريق وسينج بيطارد سيدرت بيطلعوا عليه عصابة حنيف وبيضربوا عليه نار عشان يقتلوهم، وهنا بتبان مهارة سينج لما بيقدر يقاومهم على قد ما يقدر. وفي الوقت ده بيكون سيدرت واخد مرات بنا ليه وبيوريه لها وهو متعذب ومرمي في الأرض، ولما بتشوفه بتجري عليه وبتقول لسيدرت انه مجرد وحش وازاي يعمل كده فيه. وبنعرف هو جايبها له ليه لما بياخد منها السلسله اللي هي لابساها وبيزعق لبنا وبيقول له يعترف قدامها هو جاب السلسله دي منين. وفعلا بيقول بنا انه اخد السلسله دي من الست اللي قتلوها بعد ما اغتصبها وسرقوا كل اللي في البيت. ولما بتعرف مراته كل اللي حصل ده بتستحقر جوزها اكتر وبيبدا سيدرت يقتلهم قدامها. وبيكون سينج في الوقت ده لسه في وسط ضرب النار مع رجاله حنيف لكنه بيتصاب وبيقع، بس قبل ما حنيف يروح يقتله بيقدر سينج ان هو اللي يقتله وبعدها بيروح يكمل مطاردة سيدرت، واللي في الوقت ده كان سايب بنا للاخر بما انه هو اللي قتل مراته واغتصبها وبيحرقه وهو حي قدام مراته. وبيوصل سينج وبيشوف كل ده قدام عينه، ولانه عارف كل اللي عملوه فيه بيتعاطف مع سيدرت وبيكون هيسيبه يمشي. لكن ساعتها بنشوف ان اللي بيضرب نار على سيدرت وبيقتله هي مرات بنا نفسها، واللي مع انها متعاطفه مع سيدرت الا انها برضه شايفه انه بقى مجرد وحش ولازم يموت. وبيلاقوا في نفس المكان العيل الصغير اللي وقع من على التل وبنعرف انه لسه عايش، وبيلاقوا كمان ان سيدرت كان بيهتم بيه بسبب اصابته وكان واخد باله منه لانه ملوش علاقه باي حاجه من اللي حصلت له وكان ناوي يمشيه بعد ما يخلص انتقامه. وبنتنقل بعدها ب6 شهور وبتكون مرات بنا رجعت لبيتها وبنشوف انها عرفت انها حامل من سيدرت، وسيدرت كمان كان سايب كل فلوسه في بيتها لانه عارف انها مش هتكمل معاه بعد ما تعرف الحقيقه وهترجع بيتها في يوم من الايام وهتلاقيهم. وبس هنا يكون الفيلم خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، وما تنساش كمان ان في عظمه بتتعمل على قناه ولاد طه كوره واللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن، روح اشترك هناك برضو. وبس سلام.